عليكم السلام ستي ورحمة الله. عامل ايه يا شيخ عطية؟ الحمد لله. الله يخليك يا فندم. بص، انا عندي بنتي 21 سنة. طب كويس. اتجوزت ابن عمتها من الامارات. ابن عمتها يعني مصري قاعد في الامارات ولا اماراتي؟ في الامارات، هو اماراتي اصلا. هو اماراتي. ابن عمتها. ابن عمتها. عمتها دي اخت ابوها، يعني انت كنت متجوزة اماراتي؟ لا، ابوها هنا مصري. عمتها مش العمة اخت الاب؟ ايوه، انا جوزي مصري. جوزك مصري. متجوزة اماراتي وعايشة في الامارات. اخت جوزك اللي هي عمتها اتجوزت اماراتي فجابت باسم. بس فجابت ولدين وبنت. طيب اتجوز واحد فيهم بنتك؟ نزلت السنة اللي فاتت، انا منفصلة عن ابوها. مطلقة؟ ولا قاعدين مع بعض منفصلين انفصال؟ السنة اللي قبل اللي فاتت 2013 وراحت جت اتصلت بيا وطلبوا بنتي للجواز لابنها. ايوه. المهم عملنا الفرح والحمد لله وجوزت وكل حاجة وسافرت معاه. ايوه. وبعد ما سافرت قعدت 4 شهور هناك في عند عمتها في الفيلا بتاعتهم. وانا طبعا ما كنت هنا في مصر في شغلي. ايوه. فراحت هي بعتت لاخواتها ولعمتها التانيين ولابوها، وراحوا قعدوا معاهم شهرين كمان هناك بعد ما اتجوزت. ايوه. وبعدين اتصلت بيا من هناك قالت لي مبروك يا ام حنان، بنتك حامل. بالظبط، ما انا شورت اهو. قلت لها الحمد لله يا حبيبتي. قالت لي هتبقي جده. قلت لها طب الحمد لله. ابقي يا اختي ومال ولا يجرى حاجه في الدنيا. بعد 4 شهور وهي حامل دخلت المستشفى هناك، تعبت معاهم هناك وما قالوليش. فراحت نازله اجازه مصر هي وعريسها وهي وامه عمتها. بعد ما نزلوا هنا لقيت البنت ضعيفه جدا، والبيبي كان 4 شهور 200 جرام، ومش قادره تاكل ولا تشرب ولا اي حاجه، وخاسه خالص عن ما راحت عروسه. فقلت لها يا حبيبي يا خالد بعد اذنك يا ابني خلي بنتي تقعد معايا الاسبوعين، هو شغال في البترول هناك. ايوه. فبياخد اجازه اسبوعين وبيشتغل اسبوعين. فقلت له روح الشغل بتاعك الاسبوعين وارجع الاسبوعين التانيين وخدها تكون قعدت معايا الشهر ده. طيب. فجت البنت هم ما رضيوش بيها ان هي ترجع معاهم. وجه ابوها راح قال لها لو رجعت الامارات معاهم هيصففوكي تراب الامارات. ايه؟ هيصففوكي تراب الامارات. فخافت من ابوها، من كلمه ابوها على عمتها ان هي لو ما رجعتش معاها هيعملوا لها كده. مع ان ابوها مديها ابن اخته. قال لها ليه الكلمه دي ليه؟ قال لها الكلمه دي ليه؟ راحت نازله من البيت من عندهم واخد بالك، وراحت جايه لي على البيت عندي. أيوة. فانا طبعا قلت لها يا حبيبتي ده وانت سبتيه ليه؟ قالت لي يا ماما انا مش قادره اعيش هناك لان هناك معاملة عمتي معايا معامله سيئه جدا للاخر، وبتعاملني زي الخدامه. لا اله الا الله. قلت لها طب يا حبيبتي دلوقتي هو خالد مش معاكي كويس؟ قالت لي قلت لها طيب ايه يا حبيبتي ارجعي معاه وربنا يصلح لك الامور. قالت لي لا مش هقدر يا ماما ارجع عشان خاطر سيبيني اقعد معاكي لغايه لما اولد وربنا يسهل. طيب. قلت لها طيب. فرحت مبلغه ابوها بالكلام ده. قلت له هي مش هتقدر ترجع معاهم خلاص. انت اتجوزت غير ابوها؟ انت اتجوزت غير ابوها؟ لا. طب انت قاعده لوحدك يعني؟ عشت رب البنت من عمرها 4 سنين. ايوه. وابوها اتجوز؟ لما بقى عمرها 21. وابوها اتجوز؟ ابوها اتجوز؟ اتجوز وخلف وجاب ولاد وكل حاجه. طيب ماشي. واخد بالك، بس كانت علاقتنا ان انا كنت ما قطعتش صله الرحم بينها وبين ابوها. شاطره. وكنت بودهم عشان خاطر البنت ما تكرهش ابوها. شاطره. واخد بال حضرتك؟ الله يفتح عليك. جت يا شيخ عطيه طبعا هم قبل ما يسافروا راحوا عاملين ايه بقى؟ هو وعمها راحوا عاملين لها محضر سرقه ب 300,000 جنيه. جنيه ولا درهم؟ فوق ما تتصور. جنيه ولا درهم؟ لا، ريالات على دولارات على ريال على كارتيه ذهب على يعني القاضي نفسه قال ايه دي شنطه على مغاره علي بابا كل ده خدتيه منه. طبعا هو نزل يوم 3 عمل المحضر ده في الاسم، وجالنا اعلان من النيابه بان احنا نحضر انا وبنتي. ما قالش انا بعمل كده عشان ترجع ولو رجعت هقطع اوراق القضيه؟ المهم اللي حصل لا لحظه استني جاوبيني. ما قالش هقطع المحضر ده والقضيه هو دي؟ كاتب ان هو في المحضر ان احنا طمعانين فيه.
ماشي، ما وهي احنا كلنا خدت منه طمعانين في الحاجه بعض. دي. لا ما هو ما عرضش عليك العرض ده، او حد جه من طرفهم قال لك لو لا بنتك يا سافرت؟ استاذ يا شيخ عطيه، ده هو توفى تاني يوم ما سافر. اتوفى؟ يعني العريس؟ هو سافر، يعني هم عملوا المحضر يوم 3 العريس؟ وسافروا يوم 5. العريس اللي مات لما سافر؟ ومات يوم 6 واتدفن يوم عيد ميلادها يوم 7. واحنا مالنا بقى عيد ميلادها بقى وعيد وفاته؟ ده حاجه المهم ربنا حافظه التواريخ شاطره اهو. ها. انا بقول لحضرتك ان هو بعد ما توفى، طبعا عمتها لما مشيت من هنا هي وهو بس، راحوا بقى بعت لنا علينا احنا شتايم وقله ادب وسفاله وبنتك ما كانتش بكر، وبنتك مش عارفه سطر عليها. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. عملوا عمايل مش قادره اوصفها. وولدت ولا لا؟ راح كمان قامت بالسلامه؟ في المحكمه. قامت بالسلامه، ولدت ولا لا؟ ولدت الحمد لله. جابت واد ولا بنت؟ جابت واد ولا بنت عشان الفاصل؟ جابت واد ولا بنت؟ بنت. جابت بنت. وسؤالك ليا ايه؟ دلوقتي هم عملوا اعلان الوراثه هناك في الامارات، دونهم سواهم في الحكم. عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ اعلان وراثه. دونهم سواهم في الورث. ما ذكروهاش؟ ما ذكروش اسم بنتي خالص. بس ده السؤال. فالمهم فدلوقتي انا خدت الحمد لله، رجعوا تاني خدنا احنا براءه في القضيه بتاعت السرقه، وعملوا طعن تاني وخدنا فيها براءه. طيب واخد بال حضرتك؟ طيب. لان المحامي بتاعنا قدم مستندات وهو الله يرحمه، وهو الله يرحمه جوز بنتك قبل ما يموت، وهو الله يرحمه جوز بنتك قبل ما يموت ما طلقهاش. لا ما طلقهاش. هتورثه وتصبري ما دمت عرفت سكه المحاكم على هناك وهنا. مش وهم راحوا بقى جايين في شهر 5 عاملين لها قضيه انكار نسب، وعاملين لها قضيه ابطال عقد الزواج. طيب زي بعضه. اولا انكار النسب هتثبت المحكمه بالدي ان اي دبليو اكس واي. الحمد لله طلعنا منها براءه. طب الحمد لله. امال ايه بقى؟ ده احنا هنضيع الحلقه بقى، كل حاجه طلعت براءه اهو. الحمد لله. انا عايز بس يا امي، انا اللي انا بقول عليه يا اخوانا، ما دام عملوا لنا وطلعنا براءه، ايه بقى نضيع الوقت في ده ليه؟ يا شيخ عطيه انا هقول لك حاجه. دلوقتي السفاره في الامارات هنا راحت لها كذا مره عشان احنا تسافر البنت بيها، هي معاها اقامتها ومعاها الهويه وكل حاجه اللي كان عاملها لها جوزها هناك. فانا دلوقتي عايزه بس القنصل اللي في مصر هنا يعمل يعني يطلع سفر للبنت، تذكره للبنت تسافر معاها عشان تروح هناك تاخد حقها. طب خلاص على عيني، رساله من خلال برنامجنا، قولي اسم البنت ايه اللي انت عايزاها، وكل الامارات سامعانا وهيعملوا والله. قولي اسمها ايه. خلاص تروحي السفاره وهتلاقي الصوت بتاعنا ده راح، واخواننا ان شاء الله يطلعوا لها تاشيره او يشوفوا اجراءات بدل ما انت عايزه تسافر.